السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو غير أي فيديو، هنعمل تجربة علمية زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي ميعرفش السلك ده، طبعا انتوا فكروا سلك عادي. لا، السلك ده مش سلك عادي، ده سلك نيكل. طبعا السلك ده ايه؟ لو جيت على وضع الصفارة أو على وضع الأم وست الأفو هيقيس بالأم. طيب السلك ده لو اديت له طرف هنا كهربا وطرف هنا أرضي، هل هيعمل قفلة؟ تعال نشوف نجرب. دي ترانس 24 فولت. تمام. حطيت الأرضي هنا ونثبت السلك كده. السلك النيكل دي بيستخدموه في ايه؟ سلك النيكل دي بيستخدموه في السخانات. اي سخان بيشتغل بالكهرباء بيعتمد على السلك دي بيكون جواه، على حسب حجم السلك او طوله بيكون السخان. طبعا بيستخدم في سخانات المكوى، السخانات اللي بتاعة المية، سخانات بتاعة الغلات بتاعة القهوة بتاعة الشاي. طبعا هو ده السلك اللي بيستخدم، اللي مبني عليه السخانات. طبعا اهو ثبتنا السلك في القاعدة ونجرب. طبعا السلك احمر اهو. طبعا السلك ده هيتعرض للحرارة كده بيكون طري، فبيتحط في جبس او اسمنت او رمل عشان ايه؟ ما يتقطعش. فهو ده السلك اللي بيستخدم في السخانات زي ما انتوا شايفين، منور ومطلع حرارة. بيطلع حرارة ديت كده نار، والسلك بدأ يسيح.